السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده نبدأ نتعرف على الأساينمنت في الجافا سكريبت. الأساينمنت أوبريتور اللي هي علامات اليساوي. هل بس اليساوي؟ لا، هنتعرف على كام علامات تانية. طيب واحدة واحدة وبالتفصيل. لو جيت قلت الفاريبل بتاعي x بتساوي 5، علامة اليساوي دي اسمها assignment operator. يعني بتقول اللي في الشق الأيمن هدخله في الشق الايسر. يعني الجزئيه اللي على اليمين بقول الخمسه دي يعني الاكس دي الخمسه تتحط في الاكس، الحاجه اللي على اليمين تتحط في اللي على الشمال. تمام جدا. طيب ايه بقى العلامات الثانيه دي؟ قلنا نبذه عنها الفيديو اللي فات. هقول الفار، هقول كده الاكس، خلاص انا عرفت الفار مره واحده. الاكس بتساوي زائد بتساوي 5. يعني ايه بقى كده؟ الفكه بتاعت دي لما نيجي نفكها معناها ان الاكس بتساوي اكس زائد 5. هي دي وطبقها بقى على باقي العلامات. يعني لو عملت اليرت للاكس دلوقتي هتطلع بكام؟ اليرت للاكس، اول حاجه انا عامل اساينمنت الاكس دي بتساوي 5، يعني 5 حطها في الاكس، بعد كده زودت 5 كمان، فالاليرت دي بكام؟ ب 10. هعمل ريفرش، فعلا طلع لي ب 10. تمام. طب لو جيت عملت ناقص، يبقى دي معنى الناقص بتساوي هي بالظبط الاكس بتساوي اكس ناقص 5، ولو عملت ريفرش اكيد هيطلع لي 0، يعني 5 ناقص 5 0. تمام. نفس الكلام لو عملت على، هي بالظبط بس بتغير العلامه تبقى على 5 على 5 فعل واحد. نفس الفكرة مع الفي، كأنك بتقول اكس بتساوي اكس في 5، واعمل ريفرش 25 فعلا. تمام. آخر حاجة اللي على باقي القسمة، انت لما تقول 5 على 5 هل في باقي قسمة؟ أكيد لأ، هيطلع لك 0. تمام جدا. طيب تمام. يبقى الفكرة بتاعتنا ان انت الزائد بتساوي هي بتساوي، يعني قلت اكس زائد بتساوي 2، هي لما اقول اكس بتساوي اكس زائد 2. نفس الفكره هنا كده بالظبط مع اي علامات. تمام جدا. لو خدنا مثال سريعا، لو قلت فار مثلا واي بتساوي 2 وفار اكس بتساوي 5، وجيت عملت كده، عملت ان الواي بلس ايكوال اكس، ده معناه ايه؟ لو فكيتها كده معناها الواي بتساوي الواي زائد الاكس، بتكرر الواي وتضيف عليها الحاجه اللي انت مساويها لها. بكرر الواي وبضيف عليها الحاجه اللي انا مساويها، سواء اي علامه هنا جمع او طرح، فبتغير العلامه هنا. طب دي هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي، اقول اليرت الواي اصلا بكام؟ الواي ب2، بضيف عليها ال5 ففعلا هتطلع لي ال7. ريفرش هتطلع لي 7. تمام جدا. لو جيت عملت مثلا ان الاكس، لو جيت غيرت بقى اكس زائد بتساوي واي، فايه اللي هيتغير؟ هتكرر اول حاجه، فتقول اكس بتساوي اكس زائد الواي، سواء زائد او ناقص او اي حاجه، ولما اجي اليرت الاكس اللي هي بكام؟ برضو ب7. يعني بجمع الرقمين دول على بعض. تمام جدا. او بقى طرح او قسمه، لو عملت دي ناقص وعملت هنا طبعا يبقى ناقص، ولو عملت الاليرت هيطلع لك 3. تمام جدا. عمل لي 5 ناقص 2 اللي هي 5 ناقص 2. يبقى ارثماتيك اوبريتور بتساوي او زائد يساوي او على يساوي او ضرب يساوي او مودولس يساوي. اتمنى يكون الدرس واضح وبسيط، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.